لو بتفكر في موبايلات في رينج ال 13 ل 15000 جنيه يبقى الفيديو ده ليك، لان انا جايب لك اقوى 3 موبايلات منافسين لبعض في الفئه السعريه دي. معانا سامسونج اي 35 وريلمي 12 بلس واوبو رينو 11 اف، وكلهم نسخ ال 5 جي. باختصار لو حاسس انك متشتت تختار اي موبايل فيهم فكمل معايا الفيديو للاخر عشان هعرفك تختار ايه على حسب احتياجاتك انت. المهم ما تنساش لايكك واشتراكك في القناه وتفعيل الجرس عشان لو لقيت عدد كبير على الترشيحات اللي موجوده في الفيديو ده فهعمل من النوعيه دي كتير الفتره الجايه باذن الله. لما نشوف تصميمات الثلاث موبايلات هنلاقي ان سامسونج كالعاده بتاعته انه بيحط لك الثلاث كاميرات تحت بعض وتشوفه ما تعرفش تفرق بينه وما بين الاي 24 والاي 25 وهكذا زي ما انت عارف في فئه الاي. لكن برضه ما زال تصميم الموبايل نفسه معاصر في الفتره دي، وجاي بشهاده حمايه الاي بي 67 يقدر ينزل في الميه العمق متر لمده نص ساعه، وهتلاقي خامات ظهر الموبايل جاي من الجزاز لكن الفريم بلاستيك. لما نشوف بقى الريلمي 12 بلس هنلاقي تصميم مختلف شويه معاصر بشكل الكاميرات الدائري اللي من ورا ده، بجانب انه ملمسه اصلا بريميوم جدا بسبب ان الظهر بتاعه جاي من الجلد والفريم بتاعه جاي من المعدن، وجاي بشهاده حمايه مش قويه زي الاي 35 وهي الاي بي 54. اما اوبو رينو 11 اف فهتلاقي فيها تصميم مختلف، يعني تحس انك لما تمسك اللون اللبني ده تحس انك ماسك سيراميكا في ايدك بسبب التصميم والديزاين اللي موجود في ظهر الموبايل. وكخامات فالموبايل جاي بالكامل من البلاستيك، وجاي برضه بشهاده حمايه قويه شويه وهي الاي بي 65. فانا شايف من حيث الحمايه ان سامسونج متفوقه في النقطه دي، وبعدها على طول الاوبو واخيرا الريلمي. لما نشوف شاشه الموبايلات هتلاقي ان كلهم شاشاتهم تحفه بسبب ان كلهم اصلا من اموليد، لكن عندك هتلاقي تشبع الالوان والوان افضل بكتير عن باقي الموبايلات في سامسونج اي 35، وده لانها جايه سوبر اموليد. لكن الريلمي 12 بلس والرينو 11 اف جايين اموليد بس. عندك كمان الثلاث شاشات فول اتش دي بلس 120 هرتز، وشاشه السامسونج جايه بطبقه حمايه الجوريلا جلاس فيكتاس بلس والسطوع بتاعها بيوصل ل 1000 نت. اما شاشه الريلمي فبتدعم الاتش دي ار 10 بلس والسطوع بتاعها بيوصل 2000 نت، بس هي مش 2000 نت دقيقه، هي بتوصل فعلي ل 1150 نت. وشاشه الرينو 11 اف جايه بطبقه حمايه من باندا جلاس والسطوع بتاعها برضه بيوصل ل 1100 نت. ومن حيث البصمه في الثلاث موبايلات فهتلاقيها تحت الشاشه مش هتواجه معاها اي مشاكل. فهنا كافضل رؤيه الوان وحمايه للشاشه فهتاخدها من سامسونج، وبعدها على طول الريلمي واخيرا الاوبو. معالجات الموبايلات دي مقاربه جدا لبعض من حيث الاداء والاستخدام اليومي، او حتى لو كنت عايز تلعب العاب فمش هتلاحظ الفرق الكبير بين موبايل وموبايل تاني من الثلاث موبايلات اللي برشحهم في الفيديو ده. فمعالج سامسونج جاي من شركه سامسونج نفسها الاكزينوس 1380 بمعماريه 5 نانو، والريلمي والاوبو جايين بنفس المعالج الدايمنسيتي 7050 بمعماريه 6 نانو وبمعالج رسومي مالجي 68 ام سي 4، لكن سامسونج جايب المالجي 68 ام بي 5. لما عملت مقارنه بين الاكزينوس 1380 وبين الدايمنسيتي 750 لقيت ان الاكزينوس متفوق شويه من حيث الاداء، وكمان في الالعاب لقيته افضل شويه عن المعالج الثاني اللي هو الدايمنسيتي 750. ده غير انه موفر معاك في الطاقه اكتر بسبب المعماريه 5 نانو، لكن الدايمنسيتي 750 جايب معماريه 6 نانو، فهتاخد من سامسونج اداء اقوى، والريلمي والاوبو هتاخد نفس الاداء لانهم بنفس المعالج، لان الشركتين ولاد عم في الاول وفي الاخر. وكمثال لما شفت لعبه بابجي بتلعب بكام فريم في الموبايلات دي فلقيت ان الموبايلات بيلعبوا كحد ادنى من سموز لحد اكستريم 60 فريم، في نفس الوقت هنقدر نلعب بالاتش دي ار لحد الترا او 40 فريم. كاميرات الموبايلات دي جايه ثلاثيه في ظهر كل موبايل. فعندك السامسونج اي 35 جايب كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل وبتدعم الاو اي اس المثبت البصري، وكاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل وكاميرا ماكرو 5 ميجا بكسل. اما الريلمي 12 بلس جايب كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بمستشعر من سوني ال واي تي 600 بتدعم برضه المثبت البصري الاو اي اس، وكاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل وكاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل. والاوبو رينو 11 اف جايب كاميرا اساسيه 64 ميجا بكسل والكاميرا الثانيه برضه الالترا وايد 8 ميجا بكسل والكاميرا الماكرو 2 ميجا بكسل. ده كان من حيث الكاميرات الخلفيه، لكن من حيث الكاميرات الاماميه هتلاقي في سامسونج الكاميرا الاماميه 13 ميجا بكسل، وفي الريلمي 12 بلس هتلاقي الكاميرا الاماميه 16 ميجا بكسل، وفي الرينو 11 اف هتلاقي الكاميرا 32 ميجا بكسل. والثلاث موبايلات هيصوروا معاك فيديوهات لحد 4K 30 فريم في الثانيه. كمان من حيث الكاميرات الخلفيه من ريلمي ومن اوبو فهتقدر تصور من ريلمي صور 2x احترافيه جدا من ريلمي، ومن اوبو برضه هتقدر تصور صور بورتريه 2x برضه بس من خلال السوفت وير، لكن سامسونج بيصور صور 1x بورتريه عادي جدا. فلما نروح للكواليتي والوان ولوك الصور عموما فهتلاقي ان سامسونج افضل شويه في الوانها، وبعدها على طول الريلمي، ده غير انه داعم للاو اي اس بعكس الاوبو اللي جاي من غير مثبت بصري خالص. كمان كنت عامل فيديو تفصيلي للاوبو رينو 11 اف تقدر تشوفه من الاي اللي فوق علشان تعرف كل مميزاته وعيوبه.
البطاريه في الثلاث موبايلات هي ساعه واحده 5000 ملي امبير مع اختلاف سرعات الشحن. فعندك في سامسونج مثلا سرعه الشحن كاقصى حد لحد دلوقتي 25 واط، لكن الريلمي 12 بلس والاوبو رينو 11 اف سرعه الشحن بتاعتهم بتوصل ل 67 واط. فهنلاقي من حيث السرعات ان ريلمي والاوبو متفوقين عن سامسونج في سرعه الشحن، بس كتوفير طاقه فسامسونج افضل بفضل المعالج ال5 نانو. الثلاث موبايلات كمان جايين بمايكين، مايك اساسي ومايك عازل للدوشه عشان الطرف الثاني اللي بيتكلمك من خلال المكالمه يسمع صوتك بوضوح، وسماعات ستيريو في الثلاثه هتاخد منهم كواليتي صوت كويسه جدا. من حيث باقي المستشعرات فالثلاث موبايلات بيدعموا معظم المستشعرات اللي انت تحتاجها زي التصهاره والقرب والبوصله والجيروسكوب، وكمان بيدعموا NFC علشان تسدد فلوسك وانت في مكانك يعني. ومزايا ريلمي بتقدم لك تجربه متكامله وسايبه لك منفذ 3.5 مللي بتاع سماعات الاذن بعكس سامسونج واوبو اللي شالوه اصلا. ده غير ان فوق ده كله ان علبه سامسونج فاضيه تماما ما فيهاش ولا راس شاحن ولا جراب ولا سكرين، بعكس الاوبو والريلمي اللي جايين بعلب متكامله فيها راس الشاحن والجراب والسكرين بروتكتور متركب على الشاشه وكمان دبوس السيم كارد. فتحتاج تعمل حسابك لو هتشتري سامسونج A35 في حدود ال 1000 جنيه زياده عشان تشتري باقي مكملات الموبايل. لما نشوف الاسعار حابب بس اقول لك ان الاسعار دي ما تعتمدش عليها في الفيديو ده بس، لان انت لو بتشوف الفيديو ده بعد ما نزل بمده فغالبا السعر اتغير، فممكن تكتب لي تحت في الكومنتات عادي انك محتاج الاسعار وانا هبعت لك الاسعار في وقت ما انت بعت الكومنت بتاعك. المهم حاليا لسامسونج A35 5G جاي للنسخه ال 128 جيجا مع 8 رام ب 13900 جنيه، والنسخه ال 256 جيجا 8 رام بسعر 15000 جنيه، والنسختين ضمان محلي مصنوعين في مصر عادي جدا. اما ريلمي 12 بلس فعندك برضو نسختين، نسخه 256 جيجا 8 رام بسعر 13000 جنيه، ونسخه ثانيه 512 جيجا مع 12 رام بسعر 15000 جنيه، والنسختين دول ضمان دولي ما لهمش ضمان محلي. اما الاوبو رينو 11 اف فجايب نسخه واحده ال 256 جيجا مع 8 رام بسعر 13200 جنيه ودي برضو ضمان دولي. هتحتاج بس انك تزود سعر سامسونج A35 شويه زي ما قلت لك علشان تشتري باقي مكملاته. دلوقتي انت كمشتري تشتري اي موبايل فيهم، هل تشتري سامسونج A35 ولا تشتري الريلمي 12 بلس ولا الرينو 11 اف؟ فانا دلوقتي هقول لك تشتري ايه على حسب اهتماماتك انت. لو بتحب مثلا الصور والبورتريه والكلام ده كله فتلجأ هنا للريلمي 12 بلس لانه هيديك صور بروفيشنال فعلا من الكاميرا ال 2 اكس بتاعته البورتريه، في نفس الوقت لانه جايب مستشعر من سوني بجانب انه داعم للاو اي اس المثبت البصري، فده لو انت اهتمامك كاميرا. لكن انت عايز موبايل حمايه عاليه بحيث لو وجع منك ولا حاجه وفي نفس الوقت يكون اداؤه قوي والمعالج بتاعه مناسب ليك كاستخدام يومي واستهلاك عموما، فهتلاقي هنا سامسونج A35 اللي هيوفر لك ده كله بجانب انك عندك شاشه سوبر اموليد هتكون افضل بكتير عن الريلمي 12 بلس والاوبو رينو 11 اف. ولو عايز برضه اداء متقارب للريلمي 12 بلس بس من شركه تاني فهتروح برضه للاوبو وهي تعتبر اصلا نفس الشركه، وده لانهم سوفت وير واحد اصلا، بس يعني متوفر معاك الاوبو رينو 11 اف تصميم مختلف لكن بنفس المعالج، هتاخد نفس الاداء وهتاخد كاميرا اماميه افضل عن الريلمي 12 بلس والاي 35. فده كان كل حاجه عن الثلاث موبايلات اللي احنا رشحناهم في الفيديو ده. فبرضه احب اعرف رايك، هل انت كنت ناوي تشتري ايه او ايه الموبايل اللي شد انتباهك؟ واخيرا لو عجبك ترشيح النهارده فما تنساش لايكك وكمان تشترك في القناه وتفعل الجرس، وعرفني لو انت محتاج ترشيح تاني او حابب النوعيه دي من الفيديوهات، فاكتب لي تحت في الكومنتات انك عايز فيديو معين زي ده او اي ترشيح تاني انت عايزه، فاكتبه لي برضه تحت في الكومنتات وانا هعمل ده في اقرب وقت ممكن. على فكره الفيديو ده اصلا اتعمل على ترشيح حد من الكومنتات، فانا فعلا خدت الموبايلات اللي هو رشحها وعملت عنها الفيديو اللي انتوا شايفينه. فالمهم انت ما تنساش لايكك وسبسكرايبك وتفعيل الجرس والكلام ده كله علشان تشوف اي فيديوهات تانية تنزل الفتره الجايه، واشوفك الترشيح الجاي ان شاء الله. سلام.